ما شاء الله، اللهم بارك. جميلة جدا، بسكوت الوفر او كيكة الوفر جميلة اوي وتحفة وطعمة جدا. ممكن تاكليها مع كوباية نسكافيه او كوباية شاي بلبن. جميلة جدا وطعمة جدا وهشة جدا، خفيفة وجميلة. انا قلت لازم أنا اجرب الترند، طلع تحفة. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جبت معايا شفشة الخلاط، هضيف فيه 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط عليه فانيليا. لو عندك فانيليا باكت حط باكت 2 باكت. سايلة حطي سايلة، لو قوية اوي حطي شوية صغيرين. عادية كتريها شوية. كوباية سكر، اي سكر عندك، لو سكر التموين تمام شغال. كوباية الا ربع زيت، زيت نضيف نباتي، ما يكونش من الزيت اللي هو بيبقى اللي ريح مقرحة دي، زيت نضيف. هضربهم في الخلاط كويس جدا ضربا مبرحا، واضيفهم في بولة بقى بسيطة. المقادير والطريقة بسيطة جدا، بس هتحصلي على طعم جامد وولادك هيحبوه جدا جدا جدا. انت بتعمليه هو بيتحول مش كيكة، هو بيبقى بسكوت حرفيا، وحاجة خفيفة وجميلة ومغذي، وولادك هيحبوه. معايا 4 كوبايات دقيق. انا معايراهم بكوباية واحدة، بنفس الكوباية. حطيت رشة ملح، معلقتين نشا، هحط معلقة واحدة بيكنج باودر او كيك شيف. الكيك شيف ده يا جماعة نصيحة مني أخوية، جامد في الحلويات والمخبوزات، حرفيا خطير. ما بستخدمش غيره في المخبوزات والحلويات، جميل. هقلب بقى كل المقادير بتاعتي في بعضها لحد العجينة بتاعتي ما تتجانس مع بعضها كده وتتلم. وطبعا احنا عارفين ان البسكوت ما بيتعجنش، هو البسكوت بتلمي بس. هقلب بقى لحد العجينة، لحد دي ما يدوب معايا في الخليط اللي انا كنت ضايفاه. هقلبه كويس جدا. وزي ما انت شايفة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بتاخدش معاكي وقت خالص، وتلاقيها جاهزة في 10 دقايق، بس بتحصلي في النهاية على نتيجة مرضية جدا وجميلة جدا جدا. انا كده خلصت العجينة بتاعتي. هرش رشة خفيفة دقيق عشان خاطر ما يلزقش معايا على الرخامة. ممكن تستبدلي الدقيق بتعصيها فرشة زيت. انا رشيت، حبيت يعني ارش دقيق موجود جنبي يعني، مش مشكلة. هلف العجينة بتاعتي بقى عشان خاطر اقسمها لجزئين. اهو قسمتها لنصين.
النص اللي معايا ده هضيف له كاكاو. هي خدت معايا معلقتين كاكاو، هي كانت بس انا حطيت الكاكاو ما كترتش عشان ما ينشفش معايا العجينة، فما كترتش كاكاو. خلاص انا لميتها كده تمام، معدنش محتاجة، وهلمها بقى زي ما انت شايفة. هبدأ افرد العجينة بتاعتي. لقيت السوشيال ميديا بس كيكة الويفر، كيكة الويفر، قلت لا لا لازم اجربها بقى، اللي قلبة الدنيا دي اكيد حلوة. وطلعت بالفعل حلوة وجميلة اوي، مش هتندمي على عملها، وعيالك هيحبوها جدا، وانتي شخصيا هتحبها جدا مع كوباية البن الجميلة كده، ولا النسكافيه، ولا الهوت شوكليت. جميلة جميلة جدا وطعمة. انا عملتها 3 مرات لغاية دلوقتي، وتالت مرة قلت لازم اشاركها معاكم. جميلة جدا. الشتا اصلا بيحب الاكلات دي وبيحب الحلويات، وبيحب كده تقعدي بالليل بقى وايه، وتتمزجي كده بعد ارهاق طول اليوم وجري ورا العيال والمذاكرة وشغل البيت، تقعدي بقى بكوباية البن بتاعتك او كوباية الشاي بلبن وحاجة حلوة معاها، تبقى جميلة جدا ومسلي جدا ومغذي جدا. يعني حاولي تنسقي المقاسات قد بعضها. بصي انا عملتها لك بطريقه ست البيت العاديه، ما جبتلكيش ورقه وقلم عشان ما بصي، جايبها لك من طريق سهل جدا جدا، وصفه سهله جدا بطريقه اسهل، عشان ما ضيقش على الست. انت داخله تعملي حاجه حلوه ليك انت وعيالك، اجيب لك ورقه وقلم ومسطره ويس؟ يعني عاملاها بطريقه بسيطه جدا ومبسطه وسهله، اي ست بيت تقوم تعملها حالا. حاولي تخلي المقاسات قد بعضها بالويم كده بنظرك، بنظر ست البيت الشطورة الأمورة، تبص كده وتظبط المسائل، في النهاية هتحصل على نتيجة جميلة جدا ومرضية. المهم المقادير وطريقة الشغل بتاعك، ولازم تعملي طبقات في العجينة بتاعتك عشان تديك النتيجة اللي انت مستنياها، او الطريقة اللي انت حباها، او زي ما انت شايفة. اعملي ليك انت وولادك، وبسطي نفسك وسعدي نفسك وسعدي اسرتك. هي بتبقى عجينة لينة جدا، مرنة في ايدك، بتشكليها زي ما انت عاوزة. جميلة جدا. انا خلصت فرد، دي اخر مرحلة خلاص. احاول اسويها. هجيب معايا صينية غير لاصقة، او الصينية الموجودة عندك غير لاصقة تكون افضل، او بايركس او حاجة، او اي صينية عندك بتدهنيها شوية زيت، دهنة زيت كده يعني عشان خاطر ما تلزقش منك وخلاص، ما تكتريش. تمام كده.
هجيب بقى العجينة بتاعتي واحطها في الصينية اللي هتدخل الفرن، والفرن احنا مشغلينه وسايبينه يسخن جنبنا. هظبطها بقى بمقياس الصينية عشان تبقى متظبطة معايا اهو زي ما انت شايفة. اهو جميلة جدا. دخلتها على فرن سخن، حطيتها في الشبكة في النص، وما خدتش ربع ساعة وطلعت معايا بقى. باكت كاكاو شوكولاتة خام، ممكن تستخدمي اي نوع شوكولاتة، دارك او بالحليب، كله جميل وكله بيأدي نفس الغرض. هبدأ اكسرها او اقطعها قطع بالسكينة. الجو ساقعة والشوكولاتة قافشة ما بتتقطعش بسهولة، جامدة قوي. بس انا وراها اما اقطعها انا هسيبها. طبعا دي ممكن تقطعيها بقى زي ما بقطعها كده قدامك، بتقطعها كده زي ما انت شايفة. انت بتبقى حاطة بقى على البوتاجاز عندك مية تغلي عشان تعملي حمام مية وتسيح على حمام المية، او لو عندك الميكروويف بتدخليها الميكروويف وتحط عليها معلقتين زيت. او زي ما انت شايفة، بخطوات سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت. كده خلاص، انا خلصت فيها تكسير كده تمام. واحطها بقى في حمام الماء السخنة، وحطيت عليها معلقتين زيت، وهي جاهزة كده للاستخدام على طول على الفرد. خلاص كده انا هفردها عندي على على الكيكة. هي جاهزة كده تمام. وكان عندي شوكولاتة بيضة سيحتها برضو في حمام مية سخنة على البوتاجاز، وهشكل بيها الوش زي ما انت شايفة. ممكن تحطها في كيس تلاجة عادي بقى وتشكلي بيها، كيس حلواني، المتاح عندك بقى بتصرفي نفسك بيه. انا كان عندي كيس التلاجة جنبي زي ما انت شايفة، حطيته في كيس التلاجة وقمت خرماه وبدأت اشكل زي ما انت شايفة. بعصاية شيش طاووق لو موجودة عندك، مش موجودة عندك بخلة أسنان نضيفة، وتبدأي بقى رايحة جاية رايحة جاية بالخطوط دي كده، تعملي خطوط رايحة جاية زي ما انت شايف. مفيش أسهل من كده بقى ولا أسهل. هسيبها تبرد يعني 10 دقايق كده بس، اللي الشوكولاتة تتماسك سيكة، وبعدين تبدأي تقطعي. ما تستنيش لما تبرد خالص، تمام؟ عشان الشوكولاتة لما لو جمدت هتتكسر معاك وانت بتقطعي. فانت بس شوية على ما تمسك عشان ما تشوهيش شكلها، وبعدين تقطعي. يعني تسيبها 10 دقايق كده وتبدأي تقطعي بس تبقى متماسكة. انما لو نشفت خالص هتبقى صعب عليك اوي في التقطيع. كده خلاص انا سبتها تماسكت 10 دقايق وبعدين قطعتها. اما بتجمد بتقفش.
انا قطعتها كلها. خلاص كده خلصنا تقطيع. شايفة وشها شكله عامل ازاي، وخفيفة جدا، كانت طعمة جدا وخفيفة ما شاء الله اللهم بارك. دي كانت النتيجة بتاعتي. لو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل